تعالى اقولك لو عندك خلاط هتعملي الفطير المشلتت الفلاحي بالحبة الكاملة ازاي. هيسهل عليكي كتير الخلاط. تابعي معايا الفيديو علشان تعرفي طريقة الخلاط للفطير المشلتت بطريقة جديدة وعبقرية وبدون عجن وبدون فرد كتير. تعالي تابعي معايا الفيديو. معلومات كتير لازم تستفيدي منها عشان تعرفي تعملي الفطير المشلتت بالحبة الكاملة. شايفة معايا الجمال، شايفة معايا التحفة، مقرمش من بره وطري من جوه. وهقولك سر التسوية وهقولك سر المادة الدهنية من تحت الفطير الحبة الكاملة. انا هدى ودي قناتي. لو اول مرة بتتابعيني ياريت نعمل لايك ونعمل اشتراك في القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهندخل على قصتنا النهاردة يا زهرة الكون. قصتنا النهاردة الفطير المشلتت بالخلاط. حاجة كده معايا في المكونات، معايا نص كيلو من الدقيق الحبة الكاملة زي ما انتوا شايفينه كده بالظبط. انا بصراحة بنخله بمصفى كبيرة، يعني مصفى تكون واسعة شوية ولازم تنخليه، ده الدقيق لازم يتنخل. حطيت كوباية دقيق في الخلاط، وهحط كوباية الا ربع من المية في الخلاط برضو زي ما انتوا شايفين. اول مرحلة معانا اللي هي الخلاط، هتحطي معلقة سكر وهتحطي نص معلقة من الملح وهتحطي معلقة خل، بس هي مظهرش معايا في الكاميرا. لازم معلقة الخل دي متستغنوش عنها ويكون خل مركز. لو خل التفاح هتبقى احلى واحلى برضو معانا. ليه دي؟ علشان تفتح معانا لون العيش بدل ما بيبقى اسمر خالص. تمسكي تضربيه لمدة 5 دقايق في الخلاط. اهم حاجة الضرب متواصل في الخلاط لمدة 5 دقايق او افصلي وشغلي تاني. اعملي المرحلة دي هتسهل عليك الفطير المشلتت بتاع الحبة الكاملة. هقولك انا ليه عملت الخطوة دي، بس احنا وماشيين كده في الفيديو. وهنجيب باقي الدقيق وهنقعد نلف زي ما انت شايفة كده، بشوية بشوية، وتخلي مية معاك جنبيكي دافية. انا حطيت المية دافية في الخلاط يا زهرة الكون، مع كوباية الا ربع من الدقيق مع كوباية دقيق وكوباية الا ربع من المية. تضربيهم ضربا مبرحا كده في الخلاط، وصفيهم في البولة زي ما انا عملت. وبعد كده حط الدقيق شوية بشوية وحط المية شوية بشوية وعجني. هيديكي طريقة ممتازة للعجين بتاع الحبة الكاملة. طبعا الحبة الكاملة زي ما احنا عارفين ما فيهوش عرق خالص، فاحنا لازم نربيله عرق علشان نعرف نعمله فطير مشلتت يا زهرة الكون. وصلوا على النبي كده في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اعجني كده لغاية ما توصلي لقوام العجينة اللي انت عايزاه، وحطي مية لغاية ما توصلي للقوام اللي احنا عايزينه للفطير. زي ما احنا عارفين الفطير طبعا يا زهرة الكون قوامه لا يبقى ملزق ولا يبقى متماسك كده، يبقى متوسط. شايفين هو ده القوام المظبوط. بس كده انا مش هخليكي تعجني وتحطي ميه وتشيلي ميه والكلام ده كله، لا. هاتي كيس بتاع الدقيق وحطي فيه معلقه زيت كده تكون كبيره، وحطي فيها العجينه وبس، واربطيها وريحيها لمده ربع ساعه نص ساعه. الوقت المتاح عندك من ربع ساعه لنص ساعه. الحبه الكامله بتحب التريح اكتر عشان تدينا برضو عرق شويه. بس كده انا ريحتها. في الحاله دي ممكن انت تحطي ميه وممكن ما تحطيش ميه زهرة الكون، زي ما انت شايفاني انا محطيتش ميه. انت عايزه تحطي ميه حطي ميه، ولازم تعجنيه بميه تكون دافيه، ما تكونش ميه ساقعه، يعني ميه تكون دافيه مايله للدفيان كده زي دمع العين. بس كده انا هنا بدخل الزيت طبعا اللي كنت حاطاه، يعني بعجنه بالزيت. شايفين شكله بقى ازاي معايا؟ بيلمح كده وحاجه بصراحه تحفه. كل ما تعجنيه يعني تريحيه هو هيديك النتيجه ممتازه للفطير بتاعنا. هنا انا هالف العجينه على طول. شايفين شكلها من جوه كانها خمران. كل ما تريحيه هتديك النتيجه افضل. بس كده انا هعملهم 6 كور وهعمل فطيرتين. ممكن تعمليهم فطيره واحده، وممكن ال6 كور تعمليهم 6 فطاير على حسب ما انت عايزة زهرة الكون. لو عملتي كل واحدة لوحديها هتسويها على العين البوتاجاز من فوق، مش محتاجة انك كنت تعمليها في الفرن، لكن انا هعملهم في الفرن عشان نشوف النتيجة مع بعض. هنا السر في المادة الدهنية للفطير الحبة الكاملة يا زهرة الكون. هاتي كوباية يعني نص كوباية سمنة ونص كوباية زيت، وحطيهم في البولة زي ما انا حطيتهم كده او في طبق واسع. وحطي فيهم برضو الكور بتاعتنا، افرديهم كده شوية بايديك وحطيهم. الطريقة دي برضو هتساعد معاكي ان العجينة يدخلها شوية عرق شوية. هنريح هنا برضو لمدة 10 دقايق بالكتير، بس يعني 10 دقايق وهتشتغلي على طول. لازم تعملي الحركة دي. والمادة الدهنية هنا برضو تكون دافية، يعني دوب دافية زي دمع العين برضو. تسيحيها على النار وتكون دافية.
هتديكي نتيجة ممتازة. هنا لازم نسبة الزيت تبقى زي نسبة السمنة بالظبط، يا اما لو عملتيه بالسمنة، لو عملتيه بالزبدة البلدي هتعمليه بالزبدة البلدي، يبقى انت هنا في الحالة دي مش محتاجة زيت. لكن عملتيه بالسمنة، سمنة بلدي، سمنة اي نوع سمنة، لازم كمية الزيت تبقى قد كمية السمنة قد الزيت عشان يديكي نتيجة ممتازة. لان الدقيق الحبة الكاملة بيشرب المادة الدهنية، قد ما تحطي مادة دهنية هيتشرب معاكي. هنا طبعا انا بفرد زي ما انتوا شايفين، اول واحدة هي على الهادي كده، وبنعملها زي الظرف زي ما انتوا شايفين. اول حاجة تفتحي بايدك من النص عشان تبقى ايه، تبقى يعني خفيفة، ما تبقاش تخينة معاكي. وبعد كده افردي واحدة واحدة، هوريكي برضو واحدة تاني. شايفين؟ بصوا بس كده انا طبقتها وهحطها جنبي. انا هعمل كل 3 كور هعملهم فطيرة. بصي افرديها من النص الاول زي ما انت شفتيني كده، وبعد كده افرديها بايدك لغاية ما توصل للمرحلة ان كنت تشوفي ايه الرخامة تحتيكي او طبلية او الصينية. بس تفردي بالراحة، ما تجريش بيها عشان يعني ايه ما تتقطعش معاكي. افرديها واحدة واحدة. وهاتي اللحنة الاولانية اللي حطيناها نحطها، وبرضو انت وبتحطي افردي ما يهمكيش، لازم تفردي عشان الفطيرة ما بتبقاش تخينة معاكي. وانت بتفردي حطي مادة دهنية قد ما تقدري، حطي مادة دهنية. يعني الفطيرتين دول هياخدوا معاكي كوباية، ممكن ياخدوا معاكي كوباية ونص من المادة الدهنية، بس نص ونص زي ما قلتلك. كتري في المادة الدهنية زي ما انت عايزة، كده كده هو كله هيتشرب، بس في الاخر مش هتحس ان المادة الدهنية كتير. دي كده التالتة زي ما انتوا شايفين. بصوا انا بشدها ازاي، بصوا سهلة ازاي، طريقته سهلة وسريعة، وبصراحة مش بياخد وقت خالص. افردي فيها بصي اهي، قد ما تتفرد معاكي افردي ما يهمكيش. واهم حاجة المادة الدهنية، ما تنساش ايدك تاخد مادة دهنية. خدي من البولة اللي انا حاطة فيها. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ده بناء على طلبكم، في حد طلب مني الفطير المشلتت بالحبة الكاملة، فانا حبيت اعمله بكل تفاصيله ويطلع معاكي ناجح زي ما طلع معايا ناجح. هقولك على طريقة التسوية الصح برضو للفطير ايه الحبة الكاملة. دي كده اول فطيرة، وهنعمل الفطيرة التانية وبس كده خلصنا، ما خدناش وقت خالص. هي مجرد انه كنت تريحيه في الكيس وتريحيه ايه 10 دقايق اللي هنريحها بعد التقطيع، بس كده. وهذه الفطيرة الاولى. شايفين كمية السمنة اللي انا حطها؟ يعني هنا في الحالة دي حطي سمنة، ما تحطيش زيت على وش الفطيرة. كتري في السمنة زبدة الموجودة عندك، يعني لو حبذا لو عندك شوية زبدة بلدي حطيهم على وش الفطيرة لو انت عايزاها طرية. بس كده. وهنفرد التانية. صلوا على النبي كده في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هقول لكم انا ليه ضربت كوباية الدقيق في الخلاط عشان تديني نعومية للعجينة بتاعتي. لان زي ما انتوا عارفين الحبة الكاملة كلها ردة، يمكن النص بالنص ردة، فاحنا عايزين ننعم العجينة على قد ما نقدر عشان نعرف نخبز اي مخبوزات. فمرحلة الخلاط دي بصراحة مهمة جدا، لو اي مخبوزات اعملي المرحلة دي هتديك النتيجة بصراحة ممتازة، بتنعم معاكي العجينة وتخليها كده بصراحة ملساء، وبتديكي عرق في نفس الوقت. وما تنسيش معلقة الخل أهم حاجة، لو معلقة خل تفاح هتبقى أحسن وأحسن. بس معانا الفطير أهو استوى زي ما انتوا شايفين. هنا طريقة التسوية مختلفة خالص عن الفطير اللي هو بالفينو أو دي متعدد الاستخدامات. لازم النار تبقى على أعلى درجة حرارة. شايفين التوريقة من جوه؟ شايفين؟ تحفة، مقرمش من بره وطري من جوه. طريقة التسوية على أعلى درجة حرارة، حطيه على الساجة على طول. لو حتى فرنك هو عالي أصلا حطيه على الساجة لمدة 5 دقايق وتخلي بالك منه. شوفوا شايفين التورية؟ شايفين الجمال؟ خلي بالك منه، يعني خلي بالك من ايه، يعني لا يتحرق ولا حاجة من تحت. وبعد كده ارفعيه فوق، اديله 10 دقايق وبعد كده ولعيله الشواية. اهم حاجة التسوية الصح عشان يديك النتيجة اللي انت شايفاها قدامك دلوقتي. انا بصراحة حطيته على الساج وبقيت مراعياله لغاية ما هو ايه، يعني هو كده كده ما بيقبش كتير زي الفطير ايه الابيض، بس لا بتشوفيه ان هو اب معاه.
بيقب كده تحسيه بسيط، يعني مش بيقب خالص، بس انت شايفاه ان هو قابب معاكي. عشان ده برضو سر نجاحه، لازم يكون قابب معاكي، ما يبقاش ممسوط كده في الصينية. بس كده يا زهرة الكون، دي الطريقة الصحيحة لفطير الحبة الكاملة زي ما انت شايفاه. وزي ما قلتلك المادة الدهنية لازم نص زيت ونص سمنة. لو هتعملي بزبدة بلدي حطي زبدة بلدي، مفيش اي مشكلة. دي كل المعلومات اللي انا جبتها لكم عن فطير الحبة الكاملة. وصلوا على النبي كده في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما تنسوش الشير واللايك، واهم حاجة الشير واللايك والصلاة على النبي، ومع السلامة.